وجي وقت الفالنتاين، قررتوا تشتروا ايه؟ اول حاجه بتيجي في بال اي ست هي الورد. لو عايز تعرف ليه الورد هو مفتاحك لقلب اي ست، كمل الفيديو ده. بحسب الدراسات 55% من الستات بيحبوا الورد. 55% من ستات كوكب الارض يسريه. ايه اللي حصل؟ قولي لي عايزه ايه بالظبط؟ انطقي قولي عايزه ايه؟ عايزه ورد يا ابراهيم. نعم؟ عايزه ورد. اهتمام الستات بالورد بيرجع لان احساسهم ان في ترابط ما بينهم وبين الورد ده، كائن رقيق مميز. وكمان قصة حب الست للوردة اللي لونها أحمر نابعة من أسطورة يونانية، إن أدونيس حب عمر أفروديت لما اتقتل عيطت عليه، دموعها امتزجت بالدم بتاعه ونبتت مكانها وردة لونها أحمر. وتحديداً عند الرومان الورد مرتبط دايماً بالتضحية. لكن الاهتمام عالمياً بزراعة الورد برغم إن فوائده ممكن تكون أقل بكتير من فوائد أي نبتة تانية بتتزرع، هو راجع لأن الورد فعلاً ليه تأثير قوي جداً على الحالة النفسية. دراسات كتير حبت تقيس تأثير أي هدية ممكن تيجي للبني آدم على حالته النفسية، واكتشفوا ان الابتسامة الوحيدة اللي فعلا بتطلع من القلب وبتعكس السعادة الحقيقية هي ابتسامة دوشن، على اسم دكتور الأعصاب اللي اكتشفها بنجامين دوشن. وعشان يقيسوا ايه نوع الهدية اللي ممكن تخلي أي شخص يبتسم ابتسامة دوشن، قرروا ان هم يعملوا تجربة في نيوجيرسي على عدد معين من المتطوعين ويبعتوا لهم هدايا على البيت من غير ما يعرفوا، ويشوفوا كل واحد لما هتجيله الهدية هتترسم على وشه أنهي ابتسامة. الغريب إنه 100% من الأشخاص اللي شاركوا في التجربة وجالهم ورد ابتسموا ابتسامة دوشن. لكن الورد ليه أساطير أنت متعرفهاش، زي حرب الوردتين، ودي كانت حرب أو صراع على العرش في إنجلترا ما بين عيلة لانكاستر ويورك. عيلة لانكاستر رمزها كان الوردة البيضاء، وعيلة يورك كان رمزها الوردة الحمراء، ولكن للأسف اتهزمت الوردة الحمراء في صراع امتد 30 سنة راح ضحيته الآلاف واتقتل بسببه 7 ملوك، لحد ما خلصت الحرب الأهلية دي بعد 30 سنة بانتصار الوردة البيضاء على الوردة الحمراء. واللي أطلق على الحرب دي اسم حرب الوردتين هو ويليام شكسبير. دلوقتي بعد ما سمعتوا قصص وأساطير الورد، تقدروا تحددوا كويس جدا ايه نوع الورد اللي هتشتروه. اذا كنتوا في وقت من الاوقات جبتوا بوكيه ورد وفعلا لقيتوا اللي قدامكم بيبتسم ابتسامه دوشن، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتس، ويا ريت تدونا افكار لايه احلى طريقه ممكن نقدم بيها الورد، وايه انسب وقت ممكن نشتري فيه ورد. هابي فالنتاين، اشوفكم في حلقه جديده من سبوتس.